أكلة الإنجاز لما حد يطب عليكي على فجأة وخلاص بقينا آخر الشهر وكمان مش عايزين نقف في المطبخ كتير. هنا حماتي بقى عزتني وقالت لي يا مرات ابني كفاياك واقفة كتير قوي في المطبخ وتعالي نعمل الأكلة البسيطة ديت. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو زيكم تشجعوني بيه. وما تنسوش كمان بقى دعوة حلوة لماما عشان بجد محتاجة لكل شخص يخش عند القناة يدعي لها دعوة حلوة، يعني اللي هي تقومني بالسلامة وكده عشان هي تعبانة قوي. طبعا الفيديوهات دي عندي قديمة بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اديكم الطاقة الايجابية مش السلبية. يعني شجعوني بقى كتير كتير اول الايام ديت عشان انا نفسيتي صفر وربنا هو اللي يعلم لوحده. ان شاء الله ان شاء الله ماما هتعمل عملية على الاسبوع الجاي. عايزاكم بقى تدعوا لها كتير 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 قوي في الكومنتات، وبشكر كل حد دعالها وبشكر كل الناس اللي دخلت على الواتس وكلمتني. كفايه بقى طاقه سلبيه وخلينا شويه في الطاقه الايجابيه. انا عارفه طبعا ان انتوا زهقتوا مني بس انتوا طبعا عيلتي التانية عشان كده بفضفض معاكم بالحاجه اللي بتبقى مضايقاني وكده. وطبعا بفرح جدا قوي قوي لما حد يدعي لماما. وان شاء الله يعني خلاص بقى الاسبوع الجاي هنعمل لها العمليه، وعايزه بقى دعواتكم الحلوه والجميله اللي ربنا كده يقومها لي بقى بالسلامه. طبعا انا مضغوطه جدا 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 وغصب عني عشان كده مش بصور فيديوهات جديده. بس يعني بحاول على قد ما اقدر انا برضو ما اقصرش في حقكم وانزل لكم كل يوم. وعايزاكم بقى تدعموني كتير 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 اول فتره ديت عشان بجد انا محتاجه لكل شخص بيدعمني. قطعنا بقى البطاطس وقشرناها وغسلتها غسله كويس قوي وهروح بقى مقطعها. طبعا الموضوع سهل وبسيط والاكله كمان بسيطه. حماتي طبعا لما رحت عندها وكده ما حبيتش الصراحه اللي هي ترهقني او اللي هي تتعبني كتير. قالت لي ايه يعني كفايه بقى تعملي اكل في البيت وكده. هدلعك النهارده وايه هنحمر بطاطس وكمان ستريبس. يعني للناس ايه اللي بتحب تدلع مراتات ابنها وكده. والله مش قادره اضحك بس الحمد لله الحمد لله يعني على كل يجيبه ربنا. بنتي الحمد لله بقت احسن كتير بس ماما هي اللي تعبانه جدا جدا. عشان كده نفسيتي يعني مش هقول لكم بقى صفر، لا ده هي تحت الصفر والله. الحمد لله يعني انا لسه حالا حالا يعني داخله بيها من عند الدكتور وكده كانت بتعلق محاليل بس الحمد لله الحمد لله على كل يجيب ربنا. كفايه اللي هي يعني حوالينا وفي وسطينا دي بالدنيا كلها. هطلع بقى البطاطس بعد طبعا ما حمرتها، ما بحبش اللي لونها يغمق قوي، بخلي اللون هيبقى مصفر كده شويه عشان كده تدينا القرمشه واللون الجميل وما تبقاش كمان ممرره. خلاص بقى هطلع بقى البطاطس واحط كمان حطيت بطاطس تاني. يعتبر يعني عملت على قدينا اللي كانوا موجودين. طبعا الباقي اللي بيجي بالليل متاخر شلت بقى الاكل دي عشان لما يجي بقى يعني بالليل اروح عامله لهم الاكل سخن وكده. سامحوني اذا كنت متوتره شويه او صوتي حزين شويه بس والله والله غصب عني بجد. ادعولي بقى في الكومنتات، انا عارفه طبعا ان انتوا عيلتي التانية وان انتوا كمان بتحبوني وهتدعولي كتير وهتشجعوني كمان كتير 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 قوي. هنا بقى خلاص بقى حمرت تاني حتى قلت بقى لما احمر بقى الاستريبس دوت بارد بس حلو جدا في منه حار بس احنا ايه قلنا لما نستخدم البارد عشان الاطفال وكده. طبعا زي ما انتم عارفين انا معايا طفلين ولو حامي مش هيعرفوا ياكلوا منه حرام. ما بياخدش يعني سويه على نار هاديه، ما بياخدش وقت على النار. وكمان يعني في الانجاز وكمان اللحم بتاعه تحفه. بجد كان طعمه حلو جدا اكنك جايبه بانيه عاملاه في البيت واحلى كمان. انتوا عارفين ان انا بقول لكم على الحاجه بامانه لما بتبقى حلوه او وحشه. مش اللي انا مثلا بصور لكم فيديو خلاص، لا بصور لكم الحاجه اللي هي حلوه تستاهل ان انا ايه اصورها وانزلها كمان. طبعا أنا امبارح الفيديو ده كنت هلحمه مع الفيديو بتاع امبارح بس حسيت ان الفيديو كان هيبقى طويل قوي قوي مرضتش ان انا انزله. خلاص بقى حمرت بقى البطاطس والستريبس رشيت بقى رشه من الملح ورحت يعتبر ايه بقى اديتها تقليبه كده وقلت لما ادلعها وهشتكها. بوريكم البطاطس مقطعه رفيعه بس ما زالت كده فيها لحم ومقرمشه وكمان جوسي كده وطريه. هنا بقى قلت بقى لما ارص كده الستريبس واعمل لهم كده صينيه اكنهم قاعدين في كنتاكي واظبط الموضوع. بس مش قادره اوصف لكم منظر الصينيه كان تحفه وكانت جميله قوي. عملت كمان جنبها كاتشب ومايونيز ظبطت الدنيا. تقدري كمان تعملي بقى سندوتشات حبه مكرونه حبه رز اصفر. بصي اللي انتي حباه دلعي نفسك كده ودلعي عيالك. الكيس دوت مش غالي ب90 جنيه واقسم بالله تحفه وفي كمان 15 حته. اتمنى بقى ان انتوا تجربوه ان شاء الله. ابقى اكتب لكم كمان اسمه في اول تعليق مثبت. انا كمان وريتكم الكيس في اول الفيديو كده شايفين اللحم اكنه بانيه طبيعي جدا ولا بقى في بقى زي ما بيقولوا عجينه او مثلا البانيه مهري، لا طعمه كان حلو قوي. هنا بقى قربت لكم من قريب
اتمنى بقى ان انتوا بقى تجربوا الوصفه بتاعتي البسيطه ديت اللي انا ما عملتش فيها حاجه. واتمنى تدعموا ماما كتير أوي في الكومنتات، وتدعوا لي انا كمان عشان محتاجه كده انا اقف على رجليا. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وكومنتي حلو زي كنتوا تشجعوني بيه. بجد بحبكم جدا جدا وبشكركم على دعمكم ليا. اشوفكم على خير في الفيديو القادم، وان شاء الله احاول على قد ما اقدر اعمل لكم فيديوهات جديده. باي باي.